هاي اوام، ازيك؟ هيما عامل ايه؟ الحمد لله. معاكي ويسبر بوك، في حاجات عنك ومعلومات هنختبرك فيها وكمان هنلعب معاكي. جاهزه؟ جاهز. يلا اسحبي اول كتاب وشوفي مكتوب فيه ايه. حاجات عنك. ايوه. مبدئيا يا وئام قلتي انك بتكرهي اسمك، يلا قدامك الفرصه. لما كنتش اسمك وئام تحبي اسمك يكون ايه؟ كنت ما بحبش اسمي، دلوقتي بحبه، بس هقول لك على حاجه. نفسي اخلف بنت اسمها ليلى. ليلى؟ ممكن ليلى. بحب الاسم ده قوي. ويكا ده اسم دلعك، قولي لنا اسم دلع بتكرهيه بقى. وقومه، يا ساتر. في حد بيقول لك كده فعلا؟ في الناس اللي هم يا حبايبي ما ينفعش اقول كده، قرايبي اللي هم اللي بقالي كتير ما شفتهمش. ايه وقومه؟ لا ما ينفعش ما ينفعش كل دي تبقى وقومه. لا وحشه قوي. طب بيبقى رد فعلك لما حد بيقول لك وقومه؟ لا عادي، يعني لو ناس كبار عادي، لكن لما حد في سننا ايه القرف ده يا ابني، ما تقولش كده. طب اسم ده انا بتحبيه غير ويكا؟ وي وي. حلو. بحبه. قلتي على نفسك افشل من انجبت مصر، وكنت ازاي تذيعي حاجه زي كده؟ وكنتي بتكرهي المذاكره، قولي لنا اكتر ماده بتحبيها. طيب كنت فاشله جدا، بس لما كنت بذاكر كنت ببقى كويسه، بس انا ما بحبش المذاكره. لا ما بحبش اي ماده، ما بحبش التعليم. ولا ماده بتحبيها كده؟ لا عادي قشطه. كلنا ما بنحبش التعليم. لا ما بحبش التعليم، يعني مش مقتنعه بيه. مقتنعه ان انت لا اتعلم طبعا، لان لازم يبقى فيه دكاتره ومهندسين وكده، بس انا قصدي اتعلم التعليم العادي ده، بس اقعد بقى اثقف نفسك بحاجات تانية، اتعلم لغات اكتر. بس التعليم العادي ده كويس وكل حاجه، قدام انا بقول كده عشان قدام، بس انا ما بحبوش. جبتي مجموع كام في الثانويه العامه؟ كنت امريكان وجبت حاجه و60. تخيل لو ثانويه عامه. يعني تخيل كانت تشويس، لكن لا انا ما كنتش شاطره خالص، ومتخرجه من الجامعه بمقبول وكده، فاهم. اوكي. طب رد فعل البيت بقى اما كنت في ثانويه عامه وجبتي حاجه و60، كانوا فرحانين مبسوطين؟ لا هي فكره انه نجحت. ما هو انا اهلي صيادله وامتياز، فهو نجحت، هم عارفين ان انا ماليش فيها يعني، فاللي هو انجحي. ابوس ايدك تتخرجي بس. انتوا 3 اخوات بنات، قولي لي ترتيبي بينهم. انا اخر واحده، انا الصغيره. واكتر حاجه بتتخانقوا عليها، ولو ممكن ورينا صورهم نشوف شبهك ولا لا. في واحده مش بتتصور خالص، اللي هي ساره. انا مريهان الكبيره، وبعد كده ساره، وبعد كده انا اللي في النص. ساره دي ما بتتصورش، يعني تقريبا صور فرحها كلها عامله كده. محدش يشوفني، مش عارفه ليه. الكبيره انا شبهها. ايه بنتخانق؟ كنا دايما بنتخانق على اللبس. هو دلوقتي متجوزين بقى وكده، بس دايما خناقاتنا على اللبس. زمان دلوقتي انا ساره دي جميله قوي، تنزل تشتري اغلى حاجات في الدنيا، بني ادم ما بتخرجش بلبسهم انا واطلع بيهم في التلفزيون. فدي بالنسبه لي لقطه، يا رب ما تتصوري دايما وعلى طول تفضلي تشتري في هدوم. كنت متدلعه وانت صغيره بقى عشان انت صغيره ولا كان لا؟ جدا، وكنت مفتريه جدا يا حبايبي. كنت بضربهم ضرب وهم كبار، يعني في واحده اكبر مني ب6 سنين ونص، واستاذ اكبر مني ب5. يا حبايبي على الضرب اللي انا بضربهم، واروح اعيط لاهلي. لا جبروته قوي. طب ليه كده؟ عشان هم قريبين لبعض قوي، انا الصغيره، فتحس ان في كده اللي هو بيدافعوا عن بعض وبتاع، فاللي هو طبعا انا ابويا انا هاكلكوا علقه. انا هاكلكوا علقه وبعد كده هعيط. وبابايا كان انا بالنسبه له ما عيطش، فيا حبايبي انا بضربهم بعد كده هو يهزقهم، فدي كانت متعه بالنسبه لي. خليك انا برضه العقرب. ايوه اوكي. فاكره ايه طب اخترعتيه كده عشان تخانقي معاهم؟ يا حبايبي لا، بس انا عارفه يعني الموضوع ده مامي هتفتكر هتموت ضحك. ان انا مره كنت حاطه واحده تحت رجلي والتانيه شدها من شعرها، وبقول الحقوني، وانا اصلا في ناس تحتي بيموتوا، وكان على مفيش اي حاجه غير اتنشن. اوكي. ان انا عايزه ان انا الصغيره وكده، فلا كنت بعذبهم يعني. ما انتقموش منك في اي موقف بعد كده؟ لا ما احنا كنا بنضرب بعض 3 بنات، انت فاهم يعني ايه. بس الكبيره دي كانت غلبانه قوي، يعني يوم ما هتضربك لما هتكون جايبه اخرها. لكن انا وساره يا لهوي كان في فايت مين اللي هيغمى عليها الاول. في فايت زي الولاد، بس مش كده، بس فايت يعني ببنات شد شعر بقى اللي هو في واحده فينا هتكسب، ومش عشان الفايت، عشان خاطر انا عايزه البس لبسك. طب ايه الافتراء بتاعي يعني؟ بضربها عشان عايزه البس لبسها ليه؟ طب دلوقتي ربنا هديكي؟ لا ربنا هديني والله. دي طيبه قوي والله العظيم. ده انت عارف كل الانترفيو بس الا ده لبسها. فاهم؟ اي حاجه هتلاقيني كده بنت ناس في نفسي، هتعرف ان ده لبس ساره مش لبس. صحيح جالك اكتئاب لمده سنه كامله، عملت ايه عشان تطلعي من الحاله دي؟ ثانيا امتى نروح لدكتور نفسي؟ وليه ناس بتتكسف تروح؟ جالي سنه ويمكن اكتر كمان. انا شخص عامه ما كانش بيجي لي اكتئاب، يعني الكلام ده من 5-6 سنين ما كانش بيجي لي اكتئاب خالص. يعني بالنسبه لي الزعل ده يوم يومين وخلصنا، وبتزعل مثلا لو طبعا حد توفى بتاع، بس برضه ما كانش بيبقى وقت كبير قوي. يعني حصل موقف بقيت بكتئب، يعني لغايه
دلوقتي بكتئب بسرعه جدا. ساعه الموضوع ده رحت قعدت 3 شهور في دهب. كنت شخص ما بعرفش اقعد لوحدي خالص، كنت بخاف اقعد لوحدي وكده. قررت ان انا اغير بقى من ده، رحت قعدت في دهب وعرفت ناس وكنت على طول قدام البحر، وانا شخص صيف قوي. ما اعرفش، رجعت بجد، رجعت بني ادم احسن كتير. امتى نروح دكتور نفسي؟ لما تحس ان انت محتاج تتكلم، وكل لما بتيجي تتكلم مع حد بيقول لك انت ما عندكش مشاكل، ما تحمد ربنا. ما انا بحمد ربنا بس انا متضايق. انا بروح بصراحه، يعني انا رحت من 5-6 سنين وبعد كده كعندت مع نفسي قوي، بقالي سنه دلوقتي او حاجه بروح، والموضوع فارق معايا جدا جدا. فلا انا شايفه الناس بتتكسف عشان كلمه هو انت مريض نفسي. على فكره مفيش حد في الدنيا مش مريض نفسي، لان انت يعني دي مش شتيمه، انت نفسيتك اتاذت بسبب حاجه، فكلنا عادي. فلو انت محتاج هيلب ومش من فاميلي او صحاب، خلاص احتاج ده عادي يعني. بتحبي الكلاب جدا، قولي لي حاجات موجوده في الكلاب مش بنلاقيها في البني ادمين. بص، في بني ادمين اوفياء، بس الوفاء بتاع الكلب بطبيعته عشان هو ما يعرفش في الدنيا غيرك. يعني البني ادم هيبقى عارف ان لو انت مشيت في غيرك فمش بيبقى وافي قوي، لكن الكلب اصلا لما انت بتتاخر عليه بيفضل فاكر ان انت يعني انت ما بقتش موجود، انت كده. ففكره الاخلاص اخلاص والوفاء دي اللي هو الانفينيتي. كده كده في ناس مخلصه كتير وكده، بس قصدي اللي هو انا مخلص جدا. يعني في حاجات موجوده في البني ادمين برضه ان هو لا، وجودهم بيسبب فرحه. يعني حتى في عز ما انت زعلان، حاجه صغيره كلبك هيعملها ممكن تضحكك، فاهم؟ دي مش اي حد بني ادمين ممكن يبقوا حواليك في الوقت ده يعملوها يعني. وممكن تقولي لنا روتين شعرك وامتى ممكن تتهوري وتقصي بويكات؟ يا نهار اسود، مستحيل مستحيل. بص، روتين شعري، انا شعري دلوقتي متبهدل جدا. انا شعري ما شاء الله من 5-6 سنين كان خطير كطول وكتقل، فدلوقتي عشان التصوير بقى متبهدل جدا. بس انا شخص قديمه قوي، يعني انا شخص اقعد اعمل ماسكات في البيت بقى واشوف على اليوتيوب اعرف الحاجات دي. مره حطيت، ما ينفعش اقول، لا قولي عادي عشان نعرف نستفيد. ما ينفعش اقول يا محمد. حطيت جاز. حطيتي جزمه مكسوفه؟ ده كلنا واحنا صغيرين حطينا جاز. لا مش وانا انا كبيره عادي بحطه. وانا صغيره دي لا يعني الجاز ده بيتقل الشعر قوي. والثوم يعني معلش ممكن ما تقابلنيش بعدها بيومين، بس اتسكي مهم شعري. هو السؤال، جبت الجاز منين دلوقتي؟ لا بيبقى موجود ومعمول عليه شعر، في حاجات للشعر جاز ابيض. بجاز؟ جاز ابيض. لا الجاز الابيض اللي هو مخصوص للشعر لا بيبقى موجود، مش بيبقى زي زمان، بس لا انا بشوفه عمل معاكي مفعول فعلا؟ يعني بيبقى احسن شويه. يعني انا دلوقتي مش عامله شعري اللي هو منشفاه بس شويه، فبيبقى الطف شويه من قبل كده. لكن انا شعري طبعا كله متقصف ومتبهدل عشان التصوير. اوكي. وانا مش بعرف قوي البس حاجات الباروكه وكده، مش عشان حاجه، انا ما بحبش يبقى فيه حاجه، فبطلت اعمله. فالنهارده كنت هعمله لكم والله، بس قلت لا سوري الماسك هيبوظ. بس لا ما اظنش ان انا ممكن اقص شعر. انا شخص يعني انا بالنسبه لي انا كده، انا شعري قصير. يعني انا بحب الشعر الطويل، بحس كده. بس ممكن والله، يعني انا اقول لك على حاجه، انا طول عمري بحس ان ياسمين عبد العزيز دي اللي هو شعرها كده بحبه، لكن في رهينه كانت زي القمر، شعرها اصفر وقصير. فممكن تلاقي كاركتر فجاه تطلب منك ده فتقول يلا اعمل كده، بس هرجع تاني اطول. يعني مش هبقى حابه. بس بويكات مستحيل. لسه قايله بنت اختك بتسرق منك المكياج ولا كبرت وعقلت؟ دي مجنونه، دي مجنونه. دي بتسرق مني كل حاجه. لسه مخرجاها امبارح ماشيه في السوبر ماركت، عارف اللي هو انا محفظه واحده ما ينفعش نشتري كل ده. فاهم؟ بتاخد كل حاجه من اوضتي، وهي عندها حته ان ويوي هتعملي كل اللي انا عايزاه. خالته بقى، خالته، فاهم؟ وبالنسبه لها مش عارفه يعني ايه خالته اصلا. هي ويوي دي بتعمل اي حاجه، ويوي دي بتلاعبني وبتجري معايا وبتاع. مامتها ما بتعملش كده قوي يعني. وقلنا نصيحه دايما تقولي لها لاولاد اخواتك دول ما شافوش تربيه، اقول لهم ايه؟ دول ناس ما شافتش ده. يعني سليم ده يتقال له ايه؟ ده واحد عايزه انجز وهو عنده 8 سنين. فده ما لو قلت له نصيحه اصلا ممكن يغلط فيا. وايلا لا يعني ايلا دايما بقعد اشغل لها اغاني اللي هو حاجات اللي هو تبقي مبسوطه. انا بالنسبه لي اهم حاجه ان هم يعرفوا يتبسطوا مهما حصل، يعرفوا يتبسطوا. لان انا كنت الشخص ده، ودلوقتي بسبب مواقف بقيت دايما تحسي في حاجه في دماغي. لا اتبسط مهما حصل. يعني اتجوزتي في سن صغير قوي وحصل انفصال، قولي لي حاجات اتعلمتيها من التجربه دي، وايه الريد فلاج اللي تشوفيه تخلعي فورا. ماشي، انا ما اتجوزتش في سن صغير، مش صغيره يعني، في ناس اتجوزت اصغر مني بكتير. اتعلمت ايه من التجربه؟ لا قلت كده وانا ما اتعلمتش حاجه يعني. والله وقعت في حاجات اوحش بكتير، لان التجربه ما كانتش وحشه، هو كان نصيب بس ان احنا ما كناش متفاهمين. ممكن يكون ان انا مش عايزه اعيد التجربه تاني، مع ان في ناس كتير بتقول انا مش عايزه اتجوز. لا ده مش حقيقي، عايزه اتجوز بس مش عايزه اعيد التجربه دي تاني، غير لما احس ان في حاجات كتيره شبه بعض. اللي قبل كده ما كناش شبه بعض خالص، لكن ما عنديش اي مشكله في التجربه اللي قبل كده. يعني كان ايه المواصفات اللي كانت قبل وبقت بعد؟ يعني اما اجي افكر في حد يكون مواصفاته كده دلوقتي. بص انا شخص رومانسيه جدا، فبقعد اقول اهم حاجه رومانسي يضحكني. مش مهم نتفرج على افلام رومانسيه
بتتفرج على مسرحيات كوميدي. اهم حاجه لازم يبقى مسؤول ويعرف يحتوي الشخص. انا شخصيه مسؤوله جدا، زمان ما كنتش مسؤوله، دلوقتي بقيت مسؤوله، فلازم يبقى شخص مسؤول انا عارف اعتمد عليه ويبقى بيحتوي. انا مش محتاجه منك حاجه، بس احكي موقف احس ان انت موجود وبتسبورت وعارف تقول لي حلول، ومش اللي هو طيب ماشي يا حبيبتي ماشي ايه ما اكلم نفسي. طيب فمسؤول، وان هو يكون كده ويكون لا انا بحب الرومانسيه، انا اسفه محتاجه اتدلع. اعمل ايه؟ انا شخص بحب الدلع فيدلعني، انا بحب الدلع جدا. عايزه شكله يبقى عامل ازاي؟ طويل قصير تخين رفيع بدقن من غير دقن؟ يعني بص ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس بحب الولد اللي بدقن ما يبقاش اقصر مني، انا قصيره اصلا فمش ناقصه، ونلبس هيلز، نعرف نلبس هيلز يعني، ولا مش بيفرق قوي الشكل. ممكن تتجوزي حد اصلع؟ هو فاكر ان انا قلت ما بحبش الناس ما بحبش القرع قوي، بس يعني يعني عادي، حاسه ان عادي. بس هقول لك على حاجه، دي ناس يعني دايما الولاد اللي بتقولها ان هو البنت لازم طريقه جسمها وبتاع. انا بحب الولد اللي جسمه حلو يعني، الفت العضلات الفت يعني. مش عضلات لا، اللي هم الكتير اللي في الجيم دول ببقى عايزه اللي هو كفايه. ليه عشان ايه؟ هنوصل ليه؟ لكن يبقى فت يعني، مش لازم يبقى شخص فورمه بس جسمه فت، مش كده. بس في نفس الوقت هل انا حبيت قبل كده ناس تخان؟ يعني ملهاش علاقه، بس بالواحد بيأمل مش اكتر. طب خليني اقول لك، اصلع وغني جدا يبقى ولا لا؟ ملوش علاقه، ما هو لو بحبه بقى مش فارقه. لا انت متقدم لك وخلاص، مفيش لسه ما تعرفيش حاجه. اصلع وغني مضطر احبه على حسب. لو اقول لك على حاجه، هي مش فكره غني، ما هو الواحد بيشوف في حياته ناس غنيه، بس في ناس غنيه بس اللي هو ما عندوش فكره طاقه حب، ما عندوش اللي هو يلا خدي الفلوس دي اعملي كذا. لا انا عايزه اخرج معاك، انا عايزه اسافر معاك، انا عايزه انبسط معاك. فهي مش فكره برضه الفلوس، لكن لو واحد بيعرف يتبسط ومعاه فلوس واصلع اتس اوكي. شفت وافقت في ثانيه. جسمه فت جدا ومتناسق بس مش رومانسي ولا لا؟ لا الرومانسيه تكسب كده. لا الرومانسيه تكسب طبعا. اوكي. والمره اللي فاتت الفلوس تكسب. حلو، يبقى فلوس ورومانسي يبقى ده قمر. ده قمر، ده رومانسي ومعاه فلوس ده يبقى تحفه. طب جالك الرومانسي واللي معاه فلوس بس قالك مش عايزك تمثلي تاني؟ يا ساتر. لا ما بص، ما بتدينيش اوردر يعني، انا مش عايزه اعملها بعدين، مش هعملها حبه، لكن لا مش بعرف. مش عشان ده مش بس فكره التمثيل، بس فكره انا دي حاجه بالنسبه لي غريبه. انت جاي على ممثله، انا مش عايزك تمثلي. طب يعني ما فيش قصه حب ما بيننا 90 سنه يعني ان انا اقول وبتاع. واحد لسه عارفاه مش بتحب الممثلات، خلاص ما تجيش الممثلات يعني. اي اندرستاند على فكره ان شغلانتنا صعبه، اي اندرستاند ان انت بتغير، اي اندرستاند لا في حاجات كتيره انا بفهمها، لكن جاي لي وانا عايزك بس مش عايزك تمثلي يعني، انت مش عايزني، انت عايز بقى تشوف بقى وام اللي هو وام الممثلات عشان هنخليها يبقى شكلها لا مش هبقى دي يعني. تتجوزي حد من الوسط، ممثل منتج مخرج قشطه يعني اتمنى ما يبقاش ممثل، بس مش عارف، وبرضه مش عارفه ليه ما يبقاش ممثل، بس يعني حاسه ان عايزه لو اتكلمت يعني يبقى في الوسط عادي بس مش ممثل. عايزه اتكلم معاه الدور يبقى قاعدين بنتكلم، مش بيتكلم من حته الممثل، يكون في حته اكتر من كده، ومش فارق لي يعني. شايفه ايه هو السن المناسب للجواز، وهل ممكن يبقى في جواز من غير حب صالونات يعني؟ شايفه السن المناسب لا مش حاجه معينه، انا عادي اتجوزي عندك 21 سنه، بس خليكي عارفه ان انت داخله على مسؤوليه، وده جواز، وممكن تبقي مامي في سن صغير فتبقي مسؤوله، ولو كبيره عادي انا ما عنديش مشكله خالص يعني. انا اصلا ما بقعد في وسط قاعده فيها فاميلي ما تتجوزي بقى بتاع، بحس اللي هو في ايه ناقصني يعني. الفاميلي حلوه قوي، كل حاجه طبعا الواحد عايزها، بس ما دام انا مش واصله لدرجه لان انا هكون مرتاحه مع الشخص ده اكيد مش هعمل كده تاني. ممكن جواز صالونات لا، بس ممكن حد يكون مش حب فظيع، لان انا كنت بتخيل بقى فاهم حاجات اللي هو الحب الفظيع، لا ممكن ابقى شايفه ان احنا نافعين ويبقى بيريحني ويبقى بيحتويني ويبقى فيبقى الحب مش اكبر حاجه، لكن الحاجات التانية اللي هي هتكمل، اللي هي لما الحب بينتهي في الجواز الحاجات التانية اللي هتكمل لا ابقى موافقه. بس قعدة صالونات ويلا نتعرف على بعض ونتخطب بعد شهر لا مش انا خالص. ما شفتيش جواز صالونات ناجح حواليكي خالص؟ لا شفت ناجح. ده ما شجعكيش؟ لا عشان البنات بتفكر بعقلها فمبسوطه يعني. لغايه دلوقتي مخلفين ومش بيحبوهم، انا ما بعرفش، انا بحب قوي، انا شخص، انا حتى صحابي بحبهم يعني. انا ممكن اجيب والد صاحبتي بنت فاهم، انا لو هي بتحبه. انا شخص بحب قوي التفاصيل، فالتفاصيل هتفرق وانا بحبه ولا لا، فما اعرفش. بس يمكن هي الصح او مش يمكن، هي فعلا هي الصح يعني. انا كنت بحبه وما كملتش وهي كده، بس انا شخص
بقلبي قوي وهي بعقلها، فهي نجحت. قولي لنا حاجه اكتشفتيها في علي ربيع وأس واكرم حسني. خلي بالك ان انا ما كنتش عارفاهم 3، ما كنتش عارفاهم قبل كده، فانا مش عارفه حاجه اكتشفتها. اكرم حسني، خليني ابتدي باكرم، شخص 24 ساعه بيضحك وكده، بس هو يمكن ما بيبانش، هو قرار، يعني هو بيعرف ياخد قرار اللي هو عايزه في المشهد او في حاجه، بحس ان هو عارف هو عايز يعمل ايه، وبيحصل زي ما هو عايز. قص في الضياع، قص بموت فيه، فما فيش كل حاجه بالنسبه له ايه يعني ايه المشكله في كل حاجه. علي شخص بيفكر كتير قوي بيفكر في كل حاجه كتير قوي. لا والله لا، بيفكر كتير جدا، يعني طول الوقت بيفكر في كل حاجه. بس عنده ايه، يلا انا عملت اللي عليا، بس بيفكر كتير قوي. اهبد ما يهمكش. موافقه جدا. اهبد ما يهمكش. بما انك صانعه محتوى وبتحبي التيك توك، هعمل لك اختبار التيك توك سريع ولذيذ، ولو ما عرفتيش اهبدي ما يهمكيش، ومهدي هيغششك الاجابات. ايه البلد اللي عملت ابلكيشن التيك توك؟ الصين. برافو. ايه هي الوان لوجو التيك توك؟ اسود وفيها ازرق وفيها ابيض وفيها لون احمر او اورنج. بينك. صح، برافو عليك. كم تكبيسه بتعمل ورده في اللايف؟ انا يعني بعمل لايف، بس ما بتقوليش كبسوا؟ لا يعني مش ببقى مش في تحديات، فانا ما اعرفش. ايه 5؟ لا اكتر. 10 20. هو كبسه دي يعني ايه؟ بيدوسوا على ده انا المفروض اسالك. تسال هنا والله ما اعرف. بس انا في ناس بتبعت لي الورده دي بيعملوا ايه بقى؟ بيفضلوا يضغطوا على الشاشه كتير كتير كتير، يطلع قلوب في الاخر بعد 20 ضغطه ورا بعض بيطلع لك ورده. الورده دي مش عارف بنص دولار او ب3 سنت حاجه كده. نفتح تيك توك بقى. كبسوا اذكري 3 امهات مشاهير على التيك توك. ام جاسر، ام خالد، انا عارفه الام الثالثه والله العظيم. خلي بالك هتقلديهم بعد ما تقوليهم. ايه ده؟ انا ما اعرفش. هتعرفي تقولي الكلام ده. ام جاسر، انا ما اعرفش ام جاسر. ام عمر. مين ام عمر؟ الولد اللي بيطلع لابس بتاع ده. لا مش عارفه مين ام عمر، عايزه اشوف. في ولد كده بيطلع بيعمل ست، بس هو اكونت اسمه ام عمر. بس هو ولد؟ هو ولد. ايه ده؟ لا ما اعرفش. قلدي ام جاسر، اللي هو يا وحيد يا مش عارفه ايه لون شعري. غيري لون شعري يا وحيد. حبايب قلب ام خالد عاملين ايه؟ انا مش عارفه. هطبخ الاخطبوط ده، بموت فيه. والواد مش عارفه ريان وخالد بتقول كلام انا مش ببقى فاهماه، بس هي شخص انا بحب اكمل. يلا نشوف هتعملي ايه. اغلى هديه ممكن تتبعت للداعم من التيك توك اسمها ايه؟ مش عارفه، بس الاسد. لا في اعلى. اسد. انت اعلى حاجه جات لك ايه؟ لا هو انا بيجي لي ورده، انا مش بقول كبسه، انا بطلع اتكلم على الحاجات اللي بعملها وبروح. يونيفرس. ايه بقى بيعملوا كام ده؟ بتعملها تقريبا 20,000 دولار. ايه والله؟ انا ما حدش قال لي افتحي تيك توك ليه يا جماعه؟ واديني افتح النهارده. ايه ده؟ لا ما اعرفش الحوار ده. انا عارفه الاسد. الاسد انا بلاقي اسد يعني بشوف حاجات على الانستجرام والناس بتقعد تصوت وتعيط ليه؟ 10,000 دولار دخلوا لك. ده بيكبسوا ايه؟ بيدوسوا على رجله بالموبايل. ما الورده 20 دولار. ده مش تكبيس، ده ناس داعمين بيبعتوا لك هدايا، هم اوريدي عندهم بنك في الحاجات دي. اوكي. فبيسند ده، فده بيسمع في التيك توك وكده. طب انا والله العظيم يا جماعه مبتدأ اقول لكم البالانس بتاعي بتاع التيك توك في كام؟ 500 جنيه بس. والله العظيم ده تلاقي وردتين. يعني فاهم؟ وايه على مثلا 10 لايفات طلعت مع ناس، بس بتكلم يعني ببقى قاعده في الكرفان بهزر، ببقى قاعده في البيت زهقانه، يعني قصدي لا لازم بقى داعمين اسودها وتيك توك وصواريخ وتنين. مين على التيك توك بيقولوا العبارات دي؟ يلي بتحبي ورق العنب الله الوكيل اجيبهولك واكلهولك، قلبي يا قلبي. تعرفيوش؟ الله الوكيل. يلي بتحبي ورق العنب اجيبهولك واكلهولك. ده مين ده؟ ده مشهور جدا دلوقتي. احلف. والله. ايه ده؟ عايز اشوف. انت منين بقى اختي؟ دي اللي هي البنت المحجبه. انت منين بقى اختي؟ من العجمي ولا من بقوس؟ ده انا مستحيل طبعا. ادي ام خالد. برافو. دي الوحيده اللي عرفتها. حلو. يلا نلعب. دايما بتقولي انك بتحبي الافلام القديمه، هلعب معاكي لعبه عن الافلام ويلا جاوبي. الصوره دي من فيلم ابن حميدو، كان باصص على ايه؟ ورينا الصوره. كان باصص على ايه؟ انا عارفه ساعه لما كانوا بيجيبوا من البحر البتاع ده يرمين وكده. بس في الصوره دي كان بيبص على ايه؟ ايوه دي طول لما غرقت. صح. في مسرحيه هي وسكينه قتلوا كام واحده واسمهم ايه؟ عادي معايا بقى. يا ام بدوي بلاش. دي ام بدوي قبل ام بدوي او اللي هي مرات باباهم. الخالة امونه. صح. والبنت اللي هي بنت شاديه. ايوه دي في الاخر. وواحده اللي كانت بترقص اللي عملوا عليها الاغنيه مين؟ استخرشد. هي اسمها كده. استخرشد. سيبي يشتمني. استخرشد اللي كده شغال في المديريه. ايوه ورينا. انا افكر قبل.
نوم في العسل. صح، ماشي. برافو جحيم في الهند. برافو. دي ده كانجرو ده صح، وده حب. كانجرو حبنا. كانجرو حبنا ده مين؟ حرامية. هو ده ايه؟ ده علم مين؟ علم ايه؟ علم العراق. بس بغداد. بس بغداد. ايه ده خلصنا. ايه ده؟ عجبك ويسبر بوك؟ ايوه جدا. احنا اتبسطنا معاكي جدا يا وئام، ثانك يو ثانك يو وبنتمنى لك كل خير وشرفتينا ونورتينا. ثانك يو.